السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد زكي إز شكرا. الفيديو اليوم غادي يكون من طابع سايكولوجي، من الفيديوهات اللي عزاز عليكم، من الفيديوهات اللي كيحلوا العينين لشحال من واحد. وشكرا بزاف على المساجات اللي كيوصلوني ديال الدعم ديالكم على قبل هاد الفيديوهات، وذاتس واي هاد الفيديوهات غادي يبقاو ديما، باسكو انا عارف باللي المشكل روتد في المايند سيت ديال الانسان. ما عمر المشكل كان لا فلوس لا اكسكيوزز لا دايت لا والو، المشكل كيكون روتد فينا. السافرين كامل اللي كنعيشو كيكون داخل ديالنا، ما كيكونش مرتبط بشي حاجه ولا بشي واحد. وداكشي علاش الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون كيدوي على هذا الموضوع. المعاناه، المعاناه هي اللي كتولد الوعي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، واحد الفيديو اللي كيتداول واحد الموضوع اللي تداولوه اكبر الفلاسفه واكبر المفكرين والعلماء وحتى الحكماء في العالم كامل، ابتداء من فريدريش نيتشه، توستوفسكي، شوبنهاور، ماركوس اوريليوس، سينيكا، زينو. في الفلسفات ديالهم كان عندهم واحد الشق ديال انه كيقولوا باللي من رحم المعاناه ومن رحم المأساة كيتزاد الوعي ولا الكونشسنس. وهنايا فين غادي نقولوا باللي الراجل ولا الانسان عامه، ولا ندوي على الراجل باسكو الراجل كيسافر اكثر على المراه عامه في العالم كامل. الراجل كيسافر اكثر من الصغر، المراه كتاخذ واحد سبيشال كير اللي صراحه كنشوفهم انهم ما كيعطيوش اهتمام بزاف باسكو هما عندهم. مي الراجل راه فريمون كيتلاح للشوارع، كيتلاح للحيوطه باش انه يتعلم، ماشي بحال المراه ديما كتكون بروتكتد، لا من باها لامها لراجلها من بعد لولادها كتبقى بروتكتد حياتها كامله. كاينين الرجال كنعيشوا حنا كندوي دابا في هذا الشهر هذا اللي هو مانز مينتال هيلث، ولا الشهر ديال الصحه النفسيه ديال الرجل. اين صحه نفسيه؟ اين صحه نفسيه؟ راه كيموتوا ملايين ديال الرجال في الشهر غير بالانتحار، بقى انه شحال من واحد كينسحب من الحياه، ما كيبقاش قادر يعيش كاع. وهذه حقيقه اللي كنعيشوها صراحه. وداك الشيء علاش الشق النفسي هو واحد الحاجه مهمه في هذه القناه هذا ديال اننا نناقشوه، باسكو بزاف ديال الحوايج كتكون انت عارفهم كراجل كتفرج فيهم، ولكن خاصها شي واحد اللي يقولهم لك. خاصك تعرف راسك بلي راك ماشي بوحدك اللي كتفكر بحال هكاك. اوكي، حنا اليوم غادي نناقشوا الفكره اللي تداولات في اخر 3000 عام ما بين الفلاسفه والمفكرين والحكماء ديال من رحم المعاناه والمأساة كتزاد الكونشسنس اللي هو الوعي اللي غادي يخليك انك تعيش واحد الحياه مزيانه وحياه محترمه، اللي غادي يخليك انك ما تسافريش بزاف في حياتك، اللي غادي يخليك انك تسهل الحياه وتفهم باللي الحياه راه غير واحد المعبر ديال كدوز باش انك تمشي لواحد البلاصه اللي احسن. اوكي، اول حاجه غادي نبغيو نديروها هي نبغيو نفككوا هذه الفكره هذه، نفككوها واحد شويه باش اننا نناقشوها مزيان. المعاناة أول حاجة غادي نبغيو ندوي عليها. منين كتجي المعاناة المفكرين والفلاسفة على مر التاريخ اتفقوا على أن المعاناة كتجي من الكنترول، ولا من أنك فاش كتبغي أنك تحكم في شي حاجة. وأكثرية ديال الفلاسفة خصوصا في الرواقية وفي الطاويزم اللي هو ستويسيزم والطاويزم كانوا كيقولوا باللي ما خصكش أنك تحكم في الحوايج اللي خارجين على المستطاع ديالك. نعطيكم أمثلة بحال دابا الجو اذا كان الجو ما خصكش تخليه يلعب لك في المود ديالك. كاينه الشمس انت ما عزش عليك الشمس، ما عندك ما دير، يو هاف nothing تو دو. شي واحد بغى يدير شي حاجه ماشي شغلك. يعني هنايا الاوتسايد circumstances versus the inside circumstances اللي هما شنو كيوقع الخارج ديالنا وشنو كيوقع الداخل ديالنا. اللي كيوقع الداخل ديالنا كنقدروا نتحكموا فيه. علاش؟ باسكو انت غادي صايق داز من حداك شي واحد يلاه غوتات عليه مراته في الصباح وغوت عليه البوس ديالو وكلاكسون عليك 3 ديال الكلاكسونات. هنا عندك جوج ديال القرارات تقدر ديرهم. القرار الاول هو انك تكعى وتدخل معاه في المود ديالو اللي انت اصلا ما كيريبريزونتيكش بتاتا. الحاجه الثانيه هي انك تفهم الموضوع، وهنايا في المعاناه كتقدر تفهم وكتلقى معنى اللي غادي نناقشوها في الفيديو ديالنا. وملي كتفهم كتعرف باللي هذيك لاكسيون اللي دار هذاك السيد راه ما عندها حتى علاقه بك انت، وما عندهاش علاقه بالسوغان ديالك. باتريدر ما عندهاش علاقه حتى بالسوغان ديالو، ما عندها علاقه مع المشاكل اللي عنده لداخل. ومن الاحسن انك تفهم الناس اذا بغيتي تمشي الحياه، باسكو كيقول لك دير الماء منين يدوز. النظريه ديال الفراشه عند الطاويزم كيقول لك باللي الفراشه كتبقى انك تلاحقها النهار كامل، ولكن اون فوا ما كتبغيش الفراشه وكتريح في البنش ديالك وانت مريح في الكريسي كتجي توقف لك على يديك. وهذه على اي حاجه في الحياه. للاسف انه هذا الكونسيبت هذا محكور بزاف. انا هذا الكونسيبت اكتشفته بجوج ديال الحوايج، فلوس والعلاقات. نهار كتبغي شي علاقه تنجح بزز والله ما كتنجح، ونهار كتبغي الفلوس وكتسهر عليهم والله ما كديرهم. هادو جوج الحوايج اللي خصك تخلي عليهم ان اوردر باش دير منهم بزاف. خصها تكون عندك عقليه ديال الوفره. وهنايا هذا مشكل كيف ما قلت لكم، هذا مشكل كيبقى كيتجلى ديال العقليه.
ودير الكونترول. انت باغي تكونترولي الاحوال، باغي تكونترولي انه عندك فلوس، ولا باغي تكونترولي واحد العلاقه وتكون معاك بزز وتلبس شنو ما بغيتي ودير شنو ما بغيتي، هذا كونترول. والحب ما عمرو كيراديتي الكونترول. هذاك الكونترول ما هو الا واحد الحوايج، واحد العقد اللي نفسيه كتكون فينا حنا لداخل وكنبغيو نخرجوها على ناس اخرين، ومن ما كيديروش داك الشيء وما كيتمشاوش الاحوال ولا ما لا تمشي الرياح كما تشتهي السفن، انت كتكع. مع العلم انه المشكل ما عندك فيه انت اصلا، انت يد ماشي شغلك، ماشي مشكلتك. وحنا جايين الموضوع بشويه بشويه غادي نحاولوا نفكوه بشويه بشويه. الحاجه الثانيه اللي نبغوا نناقشوها هي السافرين. كيف ما قلنا السافرين كيجي من الكنترول، ولكن كيجي من حاجه واحده اخرى، هي انك ما كتقبلش. يعني ملي كتوقع شي حاجه ما كتقبلش، وهذا المشكل هذا كيكون روتد في الايجو ديالك، في الانا الاعلى ديالك. يعني اذا وقعت شي حاجه غادي خاصك تقبلها. نديرو نتايا لا قدر الله خرجتي زربان معطل وحالتك حاله ودرتي كسيده، عندك جوج الحلول. الحل الاول هو بدا تهلل. واش غادي ترجع للكسيده؟ لا. واش تحيد؟ لا. واش يعطوك فلوس؟ لا. ولكن شنو تقدر دير هنايا باش تكون انك رواقي وتكون واحد الانسان اللي كيفهم المعاناه؟ باسكو واحد الحاجه اللي غادي نقولها في الاخر غتفهمني مزيان شو بغيت نقول. واحد البوين هنايا كاينه في الفيديو. ملي كتفهم شنو هو المعنى ديال المعاناه، علاش وقعت هذيك الكسيده، قدر الله وما شاء فعل، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هنا فين كتعرف المعنى ديال المعاناه، وخاصك انك تاكسبتي، خاصك انك تقبل الموضوع. باسكو تقبلتيه ولا ما تقبلتيش، الاحوال ولا السيركمستانسز كيف ما كيقولوا الفلاسفه والمفكرين ما كيتبدلوش. ان لا رياكسيون ديالك انت ما تبدلش وقع في الحياه، يعني ما غادي تبدل والو. لا رياكسيون ديالك كتبقى كتجي من الداخل، انك كتبغي تتحكم في واحد الحاجه وما تاكسبتيش واحد الحاجه هي اللي كتجيب لك المعاناه. المعاناه ماشي شي حاجه اللي خايبه بيان سور، مي غادي خاصك غير انك ما تمشيش في ديك النيجاتيف معاناه، خاصك تتعلم من المعاناه. كيفاش كتعلمك هذا السافرين هذا؟ المعاناه كتولد لينا الكونشسنس ولا الوعي. دونك كيفاش غادي تعلمك المعاناه؟ انت عانيتي في علاقه، ولا عانيتي في حياتك مع والديك، ولا عانيتي في فاش ما، كيفاش غادي تقدر انك تلقى هذا المعنى هذا باش انك تتعلم؟ شنو هي الحاجه اللي غادي تعلمك من مورا هذه المعاناه هذه؟ اتعلم انه فريمون ما كايناش حتى شي حاجه الخارج ديالك خاصه انها ديكتيتي المود اللي هو الداخل ديالك، من غير الحوايج اللي هما في يديك. الحاجه الوحيده اللي يتقبلها المرء هو انه قادر يدير شي حاجه وما دارهاش. هنا اذا يعاني، ولكن واخا هكاك المعاناه ما كتعني حتى شي حاجه. اللي كيعني هو المعنى ديال المعاناه. ملي كتعاني حاول انك تلقى المعنى، ومني كتلقى المعنى كتفهم الحياه. كيف ما قال دوستوفسكي، الراجل اللي كيسافر يكثر كيفهم الحياه اكثر. دونك منين انت كتسافري ما تخليش هذاك السفر، ما تخليش هذيك المعاناه جست معاناه، ما تخليهاش غير معاناه. حاول انك تحولها لعلم. وكيفاش تحولها لعلم؟ اتسائل. اذا كنتي واحد الانسان اللي كتسائل ديما تحول المعاناه لعلم. وكاين داك واحد الانسان اللي غا كتعاني في صمت، كتكبت كتسمي راسك انك راجل قوي، ومن بعد غير كتفرقع. يا اما كتفرقع على البوس، يا اما كتفرقع على عائلتك، يا اما كتفرقع على راسك، يا اما كتبلى، يا اما كدير شي حاجه. دونك المعاناه ديما غادي خاصك تلقى لها واحد المعنى داخلي، باسكو راه كاين معنى داخلي. وهذه غير بين قوسين بالنسبه للتروما. بغيتي تعرف راسك واش معقد ولا لا، هذا واحد لو تيست كيديروه الناس اذا بغيتي تعرف راسك واش انت معقد ولا لا. المره الجايه فاش تهضر مع شي واحد اذا قال شي حاجه وكعاتك، عرف هذيك هي العقده ديالك. خليني نقول لك شي امثله صغار بحال هكا، واخا هادشي ما كاينش في السكريبت. اللي نفترض انه الشركه ديال الحياه ديالك قالت لك باللي هي عزيزه عليها واحد الحاجه، وانت تقلقتي هنايا، تقلقتي وفريمون قلتي حسيتي بواحد القلق، واخا تكون ما باغيش انك تقولوا لراسك، ولكن حسيتي بهذاك القلق. دونك هنا كتعرف بلي هذيك راه هي العقده ديالك، باسكو راه انسان اخر شنو دار والله العظيم ما كتبدل فيك انت الداخل ديالك شي حاجه. حنا كبرنا على اننا كنسمعوا بالشرف وكنسمعوا بالله الرجوله والغيره وهذه، ولكن راه اذا جيتي تشوف فريمون تدقق في الحياه راه ما كتبدل منك والو، كتبدل منهم بزاف. شتي صاحبك اللي دوا فيك راه ما كيبدل منك والو، راه هو كيدوي على راسو، ما كيدويش على راسك. هذيك مرآة ديالو ماشي ديالك نتايا. يعني اذا شي وحده خانتك مشكلتها هذيك، اذا والديك تخلاو عليك هذيك راه مشكلتهم، حيت حتى والدينا حتى هما ناس، حتى هما انسان. حنا غالبا ما كنعاملوا والدينا بحال شي فيجر كبيره، بحال شي اله.
مي الوالد ديالك راه تا هو واحد الوقت تا هو تلقاه كان مجلي في الزنقه وتا هو برهوش، الوالده ديالك تا هي واحد الوقيته كانت برهوشه، يعني تا هما كيبقاو انسان، يعني اذا داروا واحد الغلط كيعبروا على راسهم، وهنا التفهم ديالك كيخليك انك تزيد عليهم درجه في الحياه. كنتمنى انك تكون فهمتي الموضوع. المهم اش قالوا الحكماء عبر التاريخ على المعاناه؟ غادي نبداو بالستويسيزم. ابيكتيدس كان قال لنا، هو من يعني من الاعمده ديال الستويسيزم. ابيكتيدس كان قال لنا باللي ما عمرك ما تتمنى الحياه تمشي كيف ما بغيتي. اذا تمنيتي الحياه تمشي كيف ما بغيتي ما تعلم والو، باسكو حنا كيكون عندنا في الدماغ ديالنا سابكونشسلي واحد لي بلون. تخيل هذاك لي بلون كيمشيو كاملين، ما كاينينش عقبات، ما تعلم والو. you will learn nothing، ما تعلم والو. بل ابيكتيدس كيقول لنا تمناو الحياه تمشي كيف ما خصها تمشي، حيت الحياه كيف ما بغات تمشي انت خصك تتعلم تفلوي. ومني كتعلم تفلوي كتعلم من المعاناه. كتجي المعاناه كتسول راسك، شي واحد الحاجه، واحد المشكل، شي واحد قال لك شي حاجه كعاتك، سير للدار راجعها. اذا قال لك شي واحد بحال دابا نعطيكم مثال، هذا من اكبر الامثله اللي كاين زعما صراحه على سطح الارض. هو دابا نتايا انا اذا جيت عندك وقلت نتايا طويل، انت فيك 2 متر، وجيت عندك قلت لك فلان راه قصير، وبديت كنضحك، واش تكع؟ لا ما تكعش. علاش؟ حيت راك ما قصيرش. ولكن اذا حسيتي براسك كعيتي راه بروبابلومون حيت راك قصير، خاصك تصالح مع الفاكت ديال باللي راك قصير. كتمشي عند شي واحد كتسمع ديك الكلمه ديال قصير تقول ليه شي بنت ولا شي حاجه كيتعقد. هذيك هي العقده ديالك. اذا قالت لك شي وحده باللي راك قصير وحسيتي بها في قلبك، عرف راسك راك معقد من القصريه ديالك. هنا خاصك تمشي تصالح مع راسك، باسكو تكون قصير راه ماشي مشكل. ميسي مترو ونص كي الارجنتين كامله كتبعوه، هو الاول كيمشي. كنشوف شي فيديوهات في انستغرام كيفاش هو كيليدي الباك بحال شي ديب، يعني ما احتاجش لي زابطو رونالدو، ما احتاجش الطوله، ما احتاجش العضلات، هذاك الشيء كامل غير ستيغماز في المجتمع ديال انك باش تليدي خصك تكون فايكين. نو، شو قداش كيليدي الساطه دوله تابعه فرقه كامله، وهذه حقيقه كنعيشوها، كنشوفوا كيفاش كيحترموه. وشنو هو اللي كيخليهم انهم يحترموه؟ شخصيته، انه ما كيحش هو بالنقص. يعني حتى فاش اخر ماتش باقي عاقل دابا شي 2 ماتشات في كاس العالم، شي واحد بغى ينوض من بلاصتو وقال ليه لا خليك ليه وجلس في الارض. هنا هذه هي الشخصيه ديال القائد، ديال واحد انسان ما معقدش، ما عندوش عقد. يعني تا واخا تقول لي قصير ما غادي يحش بها، باسكو بنادم عنده المايند سيت ديال الانسان اللي يو اندرستاند. ابيكتيتس كيف ما سمعنا قال لك باللي نيفر ويش الحياه توقع كيف ما بغيتي نتايا، باسكو ما تعلم والو. من موراها جا ماركوس اوريليوس في ميديتيشن. اوكي، في الكتاب ديالو ميديتيشن اللي هو هذا باي ذا واي من احسن الكتب، واخا معقد شويه ولكن من احسن الكتب. هاد ميديتيشن ديال ماركوس اوريليوس ماشي كتاب، ماشي قصه، الديريز ديالو كان هو كيكتب في واحد الكتاب، كيكتب شنو كيطيح ليه في راسو. واحد الحاجه اللي كنديرها انا منذ سنين، وهذوك الافكار اللي كيطيحوا عليه كيكتبهم هما اللي تشكلوا ولاو كتاب دابا. وواحد الافكار اللي فريمون فيه زوين، اللي عاونوني باقي عاقل في واحد الفتره عصيبه في حياتي بزاف، ديال 2022 جو بونس، واللي دزت منها بحال الزبده بالعلم ديال الرواقيه. والله الرواقيه بدلاتني من انسان اخر، بدلاتني من انسان اللي كنت عصاب، بدلاتني من انسان اللي كنت قابح. كنت قابح، اذا كنتو عاقلين اصلا في السوشيال ميديا سبيشلي في انستغرام كنت قابح. مي دابا فريمون ما بقات حتى شي حاجه كتهزني، ما الهضره ديال الانسان اخر ولا الراي ديال الانسان اخر كنا ديكتيت انا باش كنحس الداخل ديالي. المشكل كان الداخل ديالي ما كانش الخارج ديالي. ماركوس اوريليوس في الكتاب ديالو ميديتيشن كيقول لك خاصك تاكسبتي الحوايج كيف ما هما، وكيقول لك ما خصكش انك تتحكم في الحوايج، خاصك تخلي الحوايج يكونوا حوايج. مثال فلسفي عميق، ولكن شي حاجه اللي فريمون كتجيب لك القشعريره. الحاجه الثالثه عندنا موساشي مياموتو في دوكودو، كان قال لنا باللي خاصك تاكسبتي everything as it is. نفس الحاجه اللي قال ماركوس اوريليوس. بالنسبه لموساشي مياموتو هو اشهر ساموراي داز على ممر التاريخ، وكانت عنده واحد الديسيبلين اللي حاده بحال السيف ديالو. وكان كيقول لك باللي الحوايج خاصك انك ما عمرك تاخذهم بجديه، وخص الحوايج انك تخليهم في بلاصتهم. يعني ما تخليش شي حاجه انها تدخل لك للشخصيه ديالك، كري الشخصيه ديالك. وبين قوسين الشخصيه راه ما كتعتمدش على طوموبيلتك ولا مراتك شكون ولا باك شكون ولا دارك كي دايره. الشخصيه راه لداخل، اذا ما تكوناتش لداخل راه ما يبدلوش لك لا لي زابدو لا الطول لا الفلوس لا والو.
وعلى مر زعما صراحه هاد الحقبه اللي عشنا في حياتي شفت بزاف من هاد الحوايج. الشخصيه راه شي حاجه اللي فريمون مهمه بزاف واللي ما عندش الناس بزاف. راه ما كيتبدل الشخصيه لا بفورما لا بفلوس لا بشكون مراتك لا بشكون باك لا بشكون عمك لا فين كتكون. هاد الشخصيه ديالك كتبقى كونستنت. وشفت ناس اللي فريمون ما عندهم حتى ولكن شخصيتهم ما تقدرش ان تهز فيهم العين. اوكي. وهنايا غادي نجيو غادي نخشيو جداتي مع هاد الفلاسفه والعلماء اللي كانت قالت لي واحد الكلمه انا ملي كنت صغير اللي باقي كنشوفها حتى لدابا، وكانت قالت لي صراحه بزاف ديال الهضره في واحد الفيديو اللي غادي نديرو في يوتيوب. عندي مسكريبتي وما 7 ديال الحوايج قالتهم لي جده اللي فريمون فلسفه ديال الحياه. ومنهم هاد الكلمه هذه اللي قالت لي ما تفرح بوالو ما تكع على والو. That's so fucking cold bro. That's cold. literally جداتي دروب ذا بيست بار في التخربيق كامل. قالت لي شوف ما تفرح بوالو وما تكع على والو. كذا لا تفرح بما اتاك ولا تندم على ما فاتك. حيت اش الصاد فريمون ما عندك لاش تفرح بشنو جاك. خاصك غير تتعامل مع خاصك تكون نقدر نبسطها لكم بلغه الشارع ولا بلغه ديالنا حنايا الاوربن لانجويج ديالنا. هي خاصك تكون ولد الخير. ماشي تزاد عليك شي حاجه وتحس براسك راك تزاديتي. راه ما تزاديتي والو. الشخصيه الحاجه الوحيده اللي تزاد عليك وتحس براسك انك كبرتي في الحياه هي الاكسبيرينس. باسكو ملي كتعمر الشخصيه ديالك بزاف ديال الحوايج كديرها نويز. لا تفرح بما اتاك ولا تندم على ما فاتك. ما تكع على والو وما تفرح على والو. كون واحد البيرسون نيوترال. شنو ما وقع خلي عندك واحد الفيس. في الوقيته ديال الضحك ضحك، في الوقيته ديال الحزن حزن، ولكن خليك نيوترال. باسكو علاش؟ حيت الاحاسيس هما واحد الحاجه اللي كونديسيونيل. يعني باش تفرح خصك تلقى شنطه فيها 200 مليون على سبيل المثال، وباش تكع خصو يموت لك شي واحد. ولكن البيس كيبقى واحد ستاتيو اللي ما خصوش واحد الكونديسيون. اذا كنتي بيسفول تقدر تلقى 200 مليون وما تفرحش بزاف باسكو 200 مليون من بعد الحياه راه بسيطه. غدا ولا بعد غدا تموت. واذا مات لك شي واحد الله يرحمه كاملين غنموتوا. خص يكون عندك هاد العقليه هذه. اوكي. من مورا غادي نجيو لكارل يونغ. كارل يونغ الاب ديال السايكو اناليسيس. من احسن الكتب ديال كارل يونغ سايكولوجي افري داي لايف. هذا حتى هو ماشي كتاب قصه ولكن عباره على قصص اللي كيتحدثوا على الافري داي سايكولوجي، على كيفاش كنفكروا. اتس ا جود بوك صراحه، غير هو شويه معقد ولكن اتس ا جود بوك. من البوكس الدراري اللي اذا بغيتوا تقراو شي حاجه اللي سهله وتعلموها مزيان، قراو الكتوبه ديال دالي كارنيجي. الكتوبه ديال دالي كارنيجي كيعاود بواحد الطريقه اللي سهله، ماشي بحال كارل يونغ فريمون اذا ما كنتيش ادفانسد بزاف صعيب. ماركوس اوريليوس تو صعيب بزاف. مي دالي كارنيجي هو اللي داير ذا باور اوف ذا سبكونشس مايند. من احسن الكتب اللي قريت في حياتي كاملين، من احسن الكتب اللي بدل لي حياتي كاملين صراحه. والكتب وهذا الكتاب هذا ديالو ديفلوب سيلف كونفيدنس امبروفز بابليك سبيكين. كيكتب بواحد الطريقه اللي صراحه مبسطه بزاف كنحترمو عليها. كارل يونغ هنا قال في الكتاب ديالو man in his symbols there is no coming to consciousness without pain. يعني ما عمرك غادي توعى بلا الم وبلا معاناه. ما يمكنش. بوذا في القصه ديالو اللي ما عارفش القصه ديال بوذا تزاد في واحد العائله ملكيه في الهند سميتو سيدارتا. بوذا كانوا كيديروا ليه بروتوكولات قبل ما يتزاد ب6 شهور. مو حلمات به باللي غادي يتزاد واحد الامبرور كبير، يعني واحد الحاكم كبير. ومشات قالت العائله كامله وجدوا الطقوس ديال انهم يخليوا هذا الولد واحد الولد اللي ما عمره يشوف المعاناه في حياته. بقى لمده 30 عام وهو كيمشي في لي بروتوكول كيخرجوه بفيل. ما كيكون حتى شي واحد مريض، حتى شي واحد عيان، كيحيدوا كلشي من الزنقه، ما كيبينوا ليه حتى شي واحد مريض في الخدم ديالو، ديما مورينو الحياه زوينه. حتى لواحد النهار خرج وشاف واحد الانسان مريض. ملي شاف واحد الانسان مريض رجع للدار وتساءل واش المرض كاين، واش حتى هو يقدر يمرض. من موراها اكتشف الموت وقال واش حتى انا غادي نموت. والهيفين هرب من القصر ومشى تحت واحد الشجره اللي كيقول شجره نيرفانا اللي بقى كيتعبد اعوام وسنين من تحت هذيك الشجره باش فهم الكونسيبت ديال نيرفانا ديال الحياه، ديال انه المعاناه كتسالى ملي ما كتعاودش تزاد. باسكو الكونسيبت ديال بوذا كيقول ملي كتزاد كتعاود تحيا عاوتاني بجسم اخر حتى كتسالى الكارما ديالك. كونسيبت زوين صراحه. اذا بغيتي ندير عليه فيديو نديرو. كونسيبت واعر بزاف. عند البوذا ما كايناش واحد الجنه اللي نورمالمون كتطلع وكتجازى فيها. ما احسن جزاء عند الانسان عند البوذيزم هو انك ما تعاودش تزاد في الحياه اللي عامره معاناه. يعني ملي كتوصل لواحد العلم والمعاناه كتولي واحد الانسان اللي بدون كارما، لدرجه يقدر يجي بنادم يتفل عليك ولا يصرفقك وتعطيه الحنك الاخر. بحال عيسى كان معروف بالتسامح. عيسى عليه السلام كنتي كتصرفقوا في اليمين في الحنك اليمين يقدر يعطيك الحنك اليسار. دونك هذا واحد الانسان منور، هذا هو التنوير. اوكي.
كارل يانغ كيقول لنا باللي there is no consciousness, there is no come into consciousness without pain. وهذا واحد الستيتمنت اللي صراحه كبير، ولكن ستيتمنت اللي تداول كيف ما قلت لكم في السايكولوجي في اخر 3000 سنه ما بين الفلاسفه وما بين الحكماء وما بين يعني الناس اللي فاهمين الحياه. هنا غادي نجيو للنقطه اللي بغيت ندوي لكم عليها انايا صراحه. suffering ceases to be suffering at the moment it finds meaning. يعني المعاناه كتحبس من انها تولي مأساة ومعاناه ملي كتلقى المعنى. اذا لقيتي المعنى وسط المعاناه ما كتبقاش معاناه، كتولي نورمال، كتولي حياه، كتولي لايف اكسبيرينس، كتولي اكسبيريونس، كتولي واحد الحاجه اللي تقدر تستعملها. وهذه نفس الكونسيبت ديال جي اكوتامي. الناس اللي كيتفرجوا في الانمي الدراري، غندخل لكم واحد اللعيبه الانمي. الناس اللي كيتفرجوا في الانمي، كاين الانمي واحد الانمي سميتو جوجوتسو كايزن. جوجوتسو كايزن هو واحد العالم اللي معروف بالكورسد انرجي وباللعنات. هاد اللعنات كيفاش كيتزادوا؟ هاد اللعنات كيتزادوا من النيجاتيف ايموشنز ديال الانسان، يعني هذوك الاحاسيس الخايبه ديال الانسان. بحال قلتي انا كنكره واحد الانسان، كنكرهو، كنبقى نكرهو ونحسدو، كيخرج مني واحد الشيطان. وهاد الحاجه راه كاينه في العالم ديالنا، ولكن خلينا ما نناقشوهاش دابا. من الاحسن كيخرج هذاك الشيطان اللي هو سميتو كيرسد سبيريت، وهذه كيرسد انرجي. ولكن جي اكوتامي كيعطينا واحد الدرس في السيزون 2 فاش جوجو غادي يضرب مع توجي في السيزون 2، غادي يعطينا واحد الدرس باللي نورمالمون هذيك المعاناه اذا شديتيها وضربتيها في راسها، المعاناه زائد المعاناه كتعطينا التنوير. هي فين كتشد الكيرسد انرجي اوكي، وكتامبليفيها ضد الكيرسد انرجي، وكتعطيك بوزيتيف انرجي اللي هي ريفيرس كيرس تكنيك. تخيل يعني الناس كيديروا انمي، ولكن راه جينيوس ايدياز اللي كنعيشهم في الحياه، كيامبليفيهم لينا بواحد الطريقه اللي ما يقدروش يقولوا لك في افلام، باسكو اذا تقالت في افلام غيكون ممنوع. ما عليناش. الحاجه اللي قبل الاخرى اللي بغيت ندوي عليها هي كاين خيط رقيق ما بين الشر والخير، وما بين التنوير والتهرس. دونك حدا راسك، حيت المعاناه بزاف اذا ما عرفتيش تتعامل معاها غتهرسك وغادي يمشي لك البريق اللي في عينيك، غتموت على 26 27 وغادي يفنوك حتى ل 75 عام، غتبقى كتعاني حياتك كامله. دونك حاول انك تشد المعاناه، ضربها في نفس المعاناه وتعطيك انرجي. باسكو كاينين جوج الانواع ديال الناس اللي كتعاني وكتقول حيتاش انا كنعاني غادي نوض نضرب في السقف نولي احسن واحد، وكاين واحد الناس كتعاني وكتقول وعلاش فلان تزاد بالفلوس وانا كنعاني، وحيتاش وانا عندي هادي والغده الطرقيه ما عاونتيش راسك، ما عاونتيش الكوكب الارض، ما عاونتي حتى شي واحد. الحقيقه هي هذه. من المعاناه هي مني تجيك شي حاجه بحال دابا، يجيك شي ضربه بحال دابا مات لك شي واحد، عندك شي الحلول؟ تبقى تبكي 3 شهور في البيت ديالك اوكي. الحل الثاني هو الغد ليه تونوري الموت ديالو وتشد لاصال وتقطع البليه، وما عمرك باقي تبدل على قبل الموت ديالو. شوف كيفاش حولتي هذيك الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه. قوي جدا برو والله. وديما حاول تلعب على هاد الحوايج في حوايج صغار في حياتك. بحال دابا انايا قبل بسيمانه فقط لقيت وصلوني 2 ديال المخالفات 2000 درهم. علاش؟ باسكو حط ريبود في الزداجه، انا ما درتش مخالفه ولكن وصلتني 2000 درهم اماراتيه، قول 5000 درهم. تزادت على المخالفات اللي كانت عندي بزاف ديال المخالفات. تصور داك النهار خلصت فيه 16000 درهم و500 ديال المخالفات، علينا 4 ديال المليون. اوكي خرجت بغيت نديماري بحال هكا، قالت لي الطوموبيله باتري لو. انا الباتري يلاه نبدلو، لقيت الالترناتور اللي خصو يتبدل حتى هو بشي مليون. يلاه زدت عاوتاني ويتفرق على الرويضه، بدلت الرويضه. انا فين غادي باش نخلص المخالفات، باسكو عندي فيهم نقاط سوداء ما نقدرش نخلصهم حتى نمشي عند واحد البلاصه سميتها تسهيل، يديروا لي واحد البروسيس ويقيدوا دوك البلاك بوينت، يقيدوهم على البيرمي ديالي، باسكو يلاه جددت البيرمي. دونك مشيت ما لقيتش باركيت بعيد، وديك الساعه كانت شي 12 ديال الصباح، الشمس طنطونه، وتمشيت على رجليا، بقيت كنتمشى شي 4 ساعات، وصلت وانا نلقاه مسدود. عندي جوج الحلول، نكفر. الحل الواحد نكفر. الحل رقم 2 هو نفهم المعاناه ونسول واحد السؤال ديال علاش هادشي كيوقع ليا وشنو خصو يعلمني. ولهي تسالت هذاك السؤال وعرفت باللي هاد الحاجه بغات تعلمني انني نكون صبور، باسكو هذاك النهار كنت زربان بزاف، والدنيا والاله بغى يعلمني انني نصبر واحد شويه. دونك صبرت واحد شويه وربي يستر. شنو درت في هذاك النهار؟ خليت كلشي ومشيت هزيت الطوموبيله ديالي ومشيت شريت واحد الشريكو ودرت شوبينغ، بدلت الساعه بخرى وصافي. الغد ليه والله العظيم باي ذا واي ما مشيت عند دوك التسهيل، دويت معاهم في واتساب وقداو لي الغرض من واتساب. تخيلوا يسر، خلي اللي ما منين يدوز، حيت ملي كتيسر الامور ديالك كتيسر. اخر نقطه غادي نبغي ندوي عليها هي كيفاش تتعامل مع المعاناه.
كيفاش تتعامل مع المعاناه؟ صراحه اول حاجه الوي الاحاسيس ديالك، خلي الاحاسيس ديالك انها تفلوي. ما تحاولش انك تقمع راسك، ما تحاولش انك دير فيها بلي راه صحيح، باسكو هادي راه ماشي جيم ديال شكون صحيح وشكون لا. واصلا الصحيح راه ماشي هو اللي يكتم الاحاسيس ديالو، مي الصحيح هو اللي كيعرف انه يتصرف مع الاحاسيس ديالو احسن. حاول انك تتعلم تصرف مع الاحاسيس ديالك، وحاول انك تبقى بوزيتيف. من احسن الحوايج اللي تقدر تتعلم في حياتك هي التكنيك ديال انك تامبليفي الحوايج الخايبين وتردهم حوايج زوينين. وراه خصك تعرف اخر حاجه غنقولها لك هي راه ما كاينه حتى شي حاجه خايبه في الحياه. الحياه يا اما كتعلم يا اما كتربح. الخساره راه لا توجد، الخساره راه غير مايند سيت. ما كايناش شي حاجه سميتها الخساره في الحياه. الخساره الوحيده اللي تقدر تتعرض لها في حياتك هي تخسر راسك. الشيء الاخر كامل كيتعوض. كان معكم محمد زكي. كومونطيو ليا كازابلانكا، حيت هذا الفيديو عطاني التيم ديال واحد الكتاب قريته ديال كازابلانكا. سو اي لاف يو.